ازيكم يا شباب. ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم مستر محمد نبيل من قناه ذا انجلش مان بالتعاون مع بريدج اكاديمي لمعادله كليه هندسه. النهارده هنتكلم عن البريزنت كونتينيوس اللي هو الزمن المضارع المستمر. اول حاجه البريزنت كونتينيوس ده بيعبر عن ايه؟ قال لي بيعبر عن حدث بيحصل في الوقت الحالي. an action happening right now. حدث بيحصل في الوقت الايه؟ الحالي. يبقى حاجة بتحصل قدامك دلوقتي، مش حاجة حصلت وخلصت ولا حاجة لسه هتحصل. في التكوين بقى في الفورميشن بتاعه هو بيكون السبجكت، يعني سواء بقى noun أو pronoun بلس بي ده اللي هو verb to be بلس الفيرب بحط له ing، وهنعرف القاعدة بتاعت ازاي نحط ing. طيب أول حاجة بقى قبل ما نحط ing هنراجع سريعا كده على verb to be مع البروناون. طيب احنا قلنا ان البروناون اي اللي هو معناه انا كشخص بتكلم عن نفسي بيجي معاه ام، تمام؟ دايما ام ما بيجيش مع اي حاجه ثانيه غير اي. طيب عندي هي شي ات واي سنجولار بيجي معاهم از. طيب اي سنجولار ده سواء عاقل او غير عاقل، تمام؟ يعني اسم محمد هيبقى محمد از، احمد از، تمام؟ we وthey you واي plural بيجي معاهم or. plural اللي هو الجمع، اي اسم جمع بياخد ايه؟ or. لحد دلوقتي تمام؟ اتمنى لحد دلوقتي نكون فاهمين. طيب قال لي بقى هنا ازاي هحط ing. هحط ing ليها قاعده وبسيطه وسهله جدا. طيب قال لي الفيرب لو بيتكون من حرف، لو بيتكون اخره حرف فاول واحد باستثناء غير حرف الاي، تمام؟ هحط له ing بس. كل اللي هعمله ان انا هحط له ايه؟ ing. زي دو بقت دون، حطيت للدو ing عشان اخر الفيرب بتاع دو. طيب اخره حرف فاول اللي هو الاو. بعد كده قال لي بقى لو الفيرب اخره حرف اي بعمل ايه؟ بشيل حرف الاي واحط بداله ing. making، تمام؟ بشيل الاي خالص. قال لي بقى في حاله بضاعف فيها الحرف الاخير مرتين، اوكي؟ طيب قال لي في حاله لو الكلمه الفيرب بيتكون من مقطع واحد واخره حرف كونسونانت حرف ساكن وقبله حرف متحرك واحد، هخلي الحرف الساكن اللي في الاخر ده دبل، اتنين، هخليه ايه؟ اتنين. زي ست بقت ستن، خليت التي هنا دبل، خليتها اتنين. طيب بعد كده بقى عندي حاجه اسمها في سي. طيب فاول كونسونانت، في سي اختصار لفاول كونسونانت. يعني الفيرب جاي في اتنين فاول، تمام؟ ورا بعض، فخلاص هحط له ing على طول، تمام؟ وفي لو في اخره كونسونانت وقبله اتنين فاول هحط له برضه ing على طول. طيب اي حاجه غير كده هلزق فيها ing وخلاص. بس الموضوع سهل جدا. طيب ده بعض الاكزامبلز، الامثله. هنا طبعا البيس في خانه لوحدها والفيرب بلس ing في خانه لوحدها. البيسك فيرب اللي هو جو بقى going. طيب لان اخرها فاول فحطيت لها ايه؟ اخرها فاول او، فاول واحد حط لها ing. stay اخرها واي عادي، ing عادي، ملهاش قاعده ثابته. run هي كلمه بفيرب من مقطع واحد، الصوت يعني بتاعها من مقطع نطق في مقطع واحد، واخرها كونسونانت، اخرها حرف ساكن وقبله حرف فاول واحد، حرف متحرك واحد، فحطيت لها ايه؟ خليتها دبل، حطيت لها ان بعدها تاني، الان بقت دبل، حطيت لها ing. run بقت running. fix برضو ما فيش قاعده هنا فهحط لها ing على طول، fixing، تمام؟ ب طيب هنا في اي فهشيلها واحط، ماشي، هحط taking. طيب عشان بس لو حد قال ان fix بتنطق من مقطع واحد والاكس حرف كونسونانت ساكن فليه ما زودناهوش؟ اولا ده ما ينفعش يحصل في الانجليش، ما ينفعش احط 2 اكس ورا بعض،
تمام. الاكس مش بتنطبق عليه القاعده، الاكس والدبليو مش بتنطبق عليهم القاعده، الاكس والدبليو والواي ما بتنطبقش عليهم القاعده، ما ينفعش اكررهم ورا بعض. اتفقنا؟ بعد كده بقى عندي النيجاتيف، الايه، النفي. هنفي ازاي؟ طيب اول حاجه الموضوع سهل جدا، كل اللي انا هعمله هو هجيب الجمله عادي الفورميشن الطبيعي وهحط بعد الفيرب تو بي not. subject plus am or is or are plus not plus الفيرب برضو ماله في ing اهو. I am not eating lunch right now. انا ما باكلش الغدا ايه دلوقتي. طيب او amn't اختصرتها haven't eaten lunch right now. انا برضو ما باكلش الغدا ايه دلوقتي. بعد كده عندنا حاجه اسمها yes or no questions، يعني انا بسال بهل في فيرب ايه، في فيرب to be او في زمن المضارع المستمر البريزنت كونتينيوس. طيب الموضوع سهل جدا، كل اللي انا بعمله بجيب الفيرب to be في الاول وبعده السبجكت وبعدهم الفيرب بلس ing، وطبعا ما انساش الكويشن مارك. زي هنا is he playing football، هل هو بيلعب كوره. ممكن برضو تزود بعدها كلمه في حاله لو انت ما كنتش شايف الحدث بيحصل بعينك، تمام، فممكن تزود بعدها كلمه لو انت بتسال حد عن حد تاني مش موجود معاكم، يعني تساله هل is he playing football now، ده في حاله لو انت بتتكلم عن حد مش موجود معاكم. لكن لو انت شايف الحدث بعينك بيحصل قدامك بعينك فمش لازم تزود، او مش من الضروري يعني انك تزود ايه الكلمه اللي تعبر عن الزمن. هتجاوبني بيس he is او نو he isn't. الموضوع سهل جدا. ده examples، يعني بعض الجمل كده. she is watching TV right now. هي she وحطينا بعدها verb to be is وبعده watch حطينا الفيرب بتاعها ing بقت watching TV right now. TV اللي هو الاوبجكت، هي بتتفرج على التلفزيون right now دلوقتي حالا. We are not going to school today. Today برضو يعني النهارده لسه ما خلصش، فده يعتبر مستمر. طالما انت اليوم بتاعك طالما هو مستمر يبقى انت ايه في اليوم بيبقى لسه ما خلصش، تمام، يبقى انت في حدث مستمر. طالما الحدث لسه ما خلصش يبقى مستمر. The cat is sleeping on the sofa. طيب القطه نايمه على الكنبه. حلو كده، معناه ان انت شايف القطه وشايفها نايمه في الوقت اللي انت شايفها فيه. طيب هنا بقى انا حابب اوضح حاجه بين الفرق بين now و currently و right now. فانا الجمل اللي انت شايفها كلها زي بعض. طيب الاكزامبل I am studying English now، واللي بعدها برضو I am studying English currently، واللي بعدها I am studying English right now. طيب الفرق هو حاجة بسيطة جدا. أولا now بتتكلم عن الفترة الزمنية الحالية، مش بتتكلم عن حالا، تمام، هي بتتكلم عن الفترة الزمنية الحالية. يعني أنت مثلا بتاخد مثلا كورس انجلش في الصيف، فأنت بقى إيه في الصيف بتقول لحد I am studying English now. طيب أنت بتدرس في الوقت الحالي، بقيت بتدرس إيه؟ إنجليزي. حلو كده، وده نفس برضو currently، يعني currently و now في الحالة دي ما بيختلفوش عن بعض. تمام، حاليا I'm studying English currently، أنا حاليا بدرس إيه؟ إنجليزي. تمام، برضو ما حددتش إنك دلوقتي حالا، لا هو بتتكلم في الفترة الزمنية الحالية مش وأنت بتتكلم. إنما بقى right now ده معناه إن وأنت بتكلمني حاليا أنت بتذاكر إنجليزي، يعني وأنت بتكلمني أنت بالفعل بتذاكر إنجليزي وأنت بتكلمني. I'm studying English right now يعني أنا حالا بذاكر إنجليزي، وأنا بتكلم أنا بذاكر. فأنا طيب أتمنى الموضوع كان سهل عليكم. مش هطول عليكم أكتر من كده، وإن شاء الله هيبقى في حل للموضوع لوحده. أشوفكم على خير إن شاء الله. كان معاكم مستر محمد نبيل من قناة The Englishman وبريدج أكاديمي لمعادلة كلية هندسة.